اهلا بيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده الوصفه بتاعتنا او الاكله بتاعتنا جميله جدا وكتير مننا بيعشقها، وهي اكله مصريه قديمه جدا واصيله. واكله سهله جدا ولذيذه لعشاق الرنجه. هنعمل مع بعض سلطه الرنجه اللي ما فيش غنى عنها في كل بيت، بطعمها اللذيذ واللي بيعشقها الكبار قبل الصغيرين. يلا مع بعض نعمل مع بعض سلطه الرنجه. اول حاجة بنات هنكون معانا 2 رنجة، عدد 2 رنجة. عايزة تزودي الكمية زودي براحتك، بس انا هعمل سلطة رنجة ب2 رنجة بس. ومعانا طبعا هنا سردين مملح، ان شاء الله اعمل لكم الطريقة على القناة. هنا طبعا هنا ده شكل الاكل بتاعنا بعد ما خلصنا. وهنعمل مع بعض المكونات، وهنعمل مع بعض السلطة خطوة بخطوة. تابعوني خطوة بخطوة ان شاء الله عشان نعملها مع بعض بطريقة سهلة وتطلع معاكي بطعم تحفة. اول حاجة بنات كده نبدأ بسم الله. اول حاجة المكونات معانا، ان شاء الله هنعمل مع بعض كده سلطة الرنجة. هنعمل هتجيبي عدد 2 بصل متوسطة الحجم، وتقطعيها شرايح او مكعبات زي ما تحبي. وهتقطعي عدد حبة طماطم واحدة بس تقطعيها مكعبات ناعمة، وفلفل ألوان زي ما تحبي. أنا ضفت فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل حامي. طبعا الفلفل الحامي بيوديها في حتة تانية. وهتجيبي معاكي عدد 2 ليمونة ومعلقة طحينة ومعلقة خل. هنا هنخلط مع بعض المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده يا بنات. احلى سلطة رنجة هتاكلوها ان شاء الله لو عملتوها بالطريقة ديت. هنا طبعا احنا خلصنا خلينا الرنجة وقطعناها وكده نجهزها على طول، وهنحطها على المكونات اللي احنا عملناها مع بعض دي. تخلطي كل المكونات كده في بعضها، وتبدأي ان انت تخلطيها كده مع بعض وتحطي الطحينة. إيه لو مش بتحبوا الطحينة، إيه مش عايزينها كريمي اكتر ما تضيفوهاش، بس هي طبعا بتودي الطبق ده في حتة تانية، بتخليه كريمي كده وبتودي طعم السلطة. إيه بتخليه ما شاء الله حلو قوي وطري. ومعلقة الخل بتضيف كده عليه طعم حلو قوي، وبتعصري الليمون عليه. ولو مش بتحبوا طحين عليها ممكن تضيفوا عليها معلقة مايونيز، بتخليها برضو جميلة قوي. تبدأ ان انت تعصري الليمون كده عليها وتقلبيها وتقدميها مع بطاطس محمرة او شيبسي، او تقدميها مع عيش بلدي. بصراحة يا بنات كان غدا رهيب وكان طعمه جميل جدا الطبق ده، وانا من عشاق اكل الرنجة والفسيخ. وبألف هنا عليكم تقدموا الوجبة ديت مع عيش بلدي. وبألف هنا على كل اللي جربوا الوصفة دي يا بنات. لو عجبتكم تكتبوا لي في كومنت وتقولوا لي رأيكم فيها. وبألف هنا وشفا عليكم يا رب، وعلى كل اللي يجربها ويعملها بنفس الطريقة دي. واتمنى لو الفيديو يكون عجبكم يا بنات. هنا يكون الفيديو خلص، واتمنى لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد انا بنزله. اتمنى تكونوا دايما بخير وفي احسن حال يا رب. اشوفكم على خير دايما في فيديو جديد باذن الله.